ما عنديش بقى أغلى منهم علشان أروق عليهم وأدلعهم، وأكتر حاجة أدلعهم بيها هي صينية البسبوسة الخطيرة دي. بكرة الخميس قومي كده اعمليها لولادك وفرحيهم وروقي عليهم صباح أجازة، وإن شاء الله تبقى جمعة جميلة عليكم جميعا. تمام كده؟ طيب النهاردة هنعمل البسبوسة. شايفة جمال البسبوسة؟ نجاح البسبوسة إيه؟ تكون طرية، تكون مرملة زي ما انت شايفة كده، وتكون متماسكة، يعني الشربات مش بيشر منها، ما تكونش مفرولة، ما تكونش ناشفة. لا، شايفة الجمال؟ هو ده. تعالوا النهاردة هخليكي تعملي أحلى صينية بسبوسة في الدنيا، قلبي 380 جنيه. طيب أول حاجة بس سموا الله وصلوا على رسول الله ونشوف نعمل إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا 2.5 كوباية من دقيق السميد، وتحاولي اللي انت تجيبيه من مكان مضمون، عطار يكون كويس. تمام؟ أول حاجة بتمسكي الدقيق كده بتشيليه من إيدك، لو إيدك ما فيهاش دقيق يبقى كويس. هنحط له إيه؟ هنحط نص كوباية سكر عليه، وهنحط ربع كوباية جوز الهند. تمام؟ ربع كوباية مش كتير. تمام كده؟ طيب تعالي بقى الحاجة اللي هتخلي لك البسبوسة دي تظبط معاكي بقى من الآخر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. اوعي تقولي انا هطلع كريمة عن سهير وهحط نص معلقة كبيرة او معلقة، اوعي هتقلب كيك. نص معلقة ايه صغيرة دي هتخليها مهوية كده وما تنشفش منك وتبقى مظبوطة. معانا ايه كمان؟ كوباية الا ربع سمنة، طبعا يفضل تكون سمنة بلدي، معلش علشان تاكلي صينية بسبوسة حلوة زي اللي بتجيبيها من افخم المحلات. معلش كوباية الا ربع كده سمنة. وهنبتدي نفضيها ونقلب الأول الحاجات، الجوز الهند على السكر على نص معلقة بيكنج باودر، ونحط السمنة ونبتدي ان احنا نبسها خفيف، ما تضغطيش عليها. بص انا بقلبها كده ما بمسكهاش وعجنها. معانا ايه كمان؟ كوباية زبادي كبيرة. تمام؟ خلاص على كده المكونات انتهت معانا. مكوناتها بسيطة وسهلة وما فيهاش أي تعقيدات وجميلة جدا أهي، وبتتباع غالية جدا يا جماعة. روح المحلات بس الفخمة العالية، وأغلى من كده كمان، أغلى من 380 جنيه عشان تكونوا عارفين. قلبنا الزبادي برضو بالراحة، ما تضغطيش عليها أهو. شايفة القوام بتاعها؟ جبنا صينية وبنبتدي إن احنا نحط الخليط بتاعنا وبالراحة نفرده. تمام؟ اهو زي ما انت شايفة كده اهو، وبتفرديها بالراحة. انا مش عاوزة سمك البسبوسة يكون قليل قوي وتنشف منك، ولا تخين قوي ولا الكلام من ده. بصي اهو، انا بحب اعمل بصراحة يا جماعة البسبوسة في الصينية دي. تعالوا بقى حاجة مهمة، التسوية. التسوية مهمة جدا. درجة حرارة 200 بتحطيها على الرف الوسط وبتشغلي ايه تحت. تمام؟ احمرت من تحت شغلي عليها الشواية. طب تعالوا كده عاوزين نعمل الشربات بحيث ان هي تطلع سخنة والشربات يكون بيغلي. الشربات هنا للكمية اللي انا عملتها دي ايه؟ 2 كوباية سكر عليهم 2 كوباية مية عليهم عصرة ليمونة. انا ما كنتش بحط ليمون بس ممكن تبات معايا فتسكر، لكن لو انا ضامنه ان هي هتتاكل في نفس اليوم وبنكون كلنا موجودين وبتتقسم وبتتفرق، خلاص ما بحطش انا ليمون. تمام؟ طيب الشربات غلي لمدة 10 دقايق. أول ما يغلي حطيت له معلقة سمنة بلدي. الشربات البسبوسة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده خفيف، مجرد ان يغلي 10 دقايق بس، مش تسيبيه كتير ويقعد يغلي ويتقل منك، لا. شايفة نجاح البسبوسة؟ البسبوسة سخنة، الشربات سخن، وانتي بتحطي شايفة بتشرب الشربات ازاي؟ اعرفي ان بسبوستك ناجحة 100%. طب هنعمل ايه بقى؟ تركة مهمة جدا، نقوم مغطيينها وممكن تقومي حطها في الفرن وهو مطفي. تمام؟ بصي شربت الشربات ازاي؟ شايفة؟ بصي طرية ازاي صباعك بيعلم فيها. بصي. طيب علشان نقطع البسبوسة كده وتتقدم خرط حلوة لازم تتحط في التلاجة مش أقل من كام ساعة. أنا حطيتها بس في الفريزر نص ساعة علشان بس تبرد، عشان ألحق أقدمها لكم، لأن أنا عارفة إن أنا هرجع مش هلاقيها. شايفين البسبوسة؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ هو ده البسبوسة الصح يا جماعة. شايفين عاملة ازاي؟ طالعة خرط متماسكة. تمام؟ مرملة، هوريها لك دلوقتي. شايفين اللون؟ شايفين الطراوة بتاعتها؟ طب بذمتكم ما تستاهلش مشاركة علشان اخواتك وحبايبك يستفادوا من الوصفة عشان توصل لأكبر عدد؟ بصي بقى، بصي أنا بهرسها لكم ازاي علشان تشوفوا القوام بتاعها.
زي ما قلتلك شربات، يعني بصي مظبوط، مش بتشر عسل. البسبوسة ما ينفعش انها تشر عسل، تبقى متماسكة، تبقى مرملة. شايفة الجمال؟ ايه رأيكم؟ ها، نروح نشتريها ليه يا جماعة؟ وانت بإيدك اللي انت تعملي لولادك أجمل صينية بسبوسة في الدنيا. بصوا والله الكاميرا ظلماها، يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوري لكم الترميلة بتاعتها والشكل بتاعها بقدر الإمكان. بصوا، وباين برضو يعني الترميلة باينة. بصوا تحفة بجد. قومي يلا اعمليها، بس زي ما قلتلك هاتي دقيق. بصوا الترميلة بتاعت البسبوسة والقوام بتاعها يكون مضمون من مكان حلو، عطار يكون نظيف، ما تبقاش البسبوسة الدقيق كارف، ما يبقاش مغشوش الكلام من ده. الله بجد على جمال البسبوس. حطي لي لايك وما تنسونيش في التوصية يا جماعة. ادخلوا كده على الصفحة بتاعتي هتلاقوا كده كلمة توصية، حاولي اللي انت تقولي رأيك عندي، رأيك فيا بكل صراحة. بجد انا عماله اكل فيها مش قادره يا اخوانا، رهيبه بجد. الله بجد، الله الله. لا استنوا كمان هوريها لكم من تحت. بصي كمان وانت بتاكليها، بمجرد انك بتعمليها كده بالشوكه او بالمعلقه بتتجمع معاكي مش مفروله. شايفين؟ كفايه يا سوير. تعالوا بقى اقطعها لكم كده وتشوفوها من تحت. شوفوا جمال البسبوسة من تحت. بصي وانت بتطلعيها، والله يا جماعة كمان مستنية ان هي تقعد بس ساعة في التلاجة، انا عشان كمان مستعجلة. بصوا جمالها، بصوا لونها من تحت. شايفين الجمال؟ يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطي لي لايك، اعملي متابعة، واعملي مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. أقول لكم إيه؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. باي باي.